الحزب الوطني الديمقراطي، بلدنا بتتقدم بينا. قبل ما انام في حاجات لازم اعملها، قبل ما انام في حاجات لازم اعملها، قبل ما انام في حاجات لازم اعملها، قبل ما انام في حاجات لازم اعملها. امسك حسابي، هدومي اعلقها، ارص لعبي واوضتي اروقها، واشيل حاجاتي اللي انا بستعملها. قبل ما انام في حاجات لازم اعملها، قبل ما انام في حاجات لازم اعملها. نحن الحزب الأقوى، ليس فقط لأننا أكثر عددا، ولكننا الأكثر تواجدا في الشارع، الأكثر معايشة للمواطن، الأكثر التحاما مع الناس، الأكثر تنظيما، الأقدر على تحديد أولويات الوطن. برامجنا تعكس احتياجات المواطن المصري، تصاحبه في خطوات محسوبة إلى الأمام، لا قفزات إلى المجهول. زملائي أعضاء التنظيم الحزبي، حزب قادر على تعبئة ملايين الناخبين يوم الانتخابات. صوت من أجل كفاح الدبلوماسية، من أجل صراع الحرية، من أجل قتال الآخر. قول كلمتك في الحدث الجغرافي التاريخي. احنا شعب انتصر في حرب 73 سنة 6 أكتوبر. احنا شعب بيعمل المحشي، يقول النكتة، شعب طيب، شعب ولد حلال. رد الدميل، رد الدميل يا صاحب الفضل. أسماء ناخبينا، بياناتهم على قواعد معلوماتنا، عشان الإعلام لما يلاقي الأعداد دي خارجة في الانتخابات ما يستغربش. أجرينا أكثر من 1500 استطلاع للرأي في ال5 سنوات الأخيرة، استطلاعات صادقة موضوعية، منها نعرف حقا ماذا يريد الناس. مصر في ال5 سنين اللي فاتت ماشية لقدام، اقتصادها أقوى، مستوى المعيشة فيها ارتفع، متوسط الدخل السنوي الحقيقي للفرد زاد. من أول أهلنا في دوائرنا، عمالة الزراعة، عمالة البناء، الموظفين مرتباتهم زادت بنسبة 100%. 2 مليون من أهلنا العاملين في أجهزة الإدارة المحلية مرتباتهم زادت فوق 100%، 50% كمان. وزير الزراعة بالأمس بيقول إن 100,000 فلاح أخذوا تراخيص عشان إما يعملوا إحلال وتجديد أو بناء جديد. 3.5 مليون فرصة عمل في 4 سنوات. في سنة واحدة 2008 700,000 فرصة عمل، منهم 600,000 اتأمن عليهم في التأمينات الاجتماعية. ومع ذلك بنسمع أصوات بتقول إن المواطن ما حسش بالنمو، كأن الناس اللي اشتغلت في الوظائف دي من بلد تاني. أنا دخلت الحزب في 99 عشان أعمل خدمة عامة بعد تخرجي من الكلية. أنا حاصلة على ليسانس دراسات إسلامية وعربية في جامعة الأزهر. فبعد شهر من إني خلصت الأوراق هناك، فبعد شهر اتصلوا بيا بيقولوا لي، ما كنتش اعرف حزب وطني وما كنتش في دماغي اي حاجه يعني. فاتصلوا بيا بيقولوا لي عايزين حضور اجتماع في سوهاج، فمزنوقين في امينه مرأة، ممكن تحضر. ومجددا ذكرتها في العام الماضي واكررها اليوم، تحيه الى جمال مفجر ثوره التحديث والتطوير في الحزب. زيادة من 100% ل 600% في رواتب الأطباء والنواب. الاقتراب من مضاعفة الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي. ومفيش قرية بننزلها، مفيش محافظة بننزلها إلا من الناس حاسة بالإنفاق في المية، حاسة بحجم الإنفاق الكبير والتطور الكبير في مشروعات المياه. كل ده حصل وديون مصر الخارجية في حدود الآمنة. كل ده حصل وعجز الموازنة العامة
في حدود آمنة. كل ده حصل والدين العام نسبة للناتج القومي الإجمالي قد انخفض. الأرقام دي وراها أسر دخلها زاد، موظفين دخلهم زاد، معلمين دخلهم زاد. لقد لمست الحكومة أن الحزب الوطني الديمقراطي ينقل لحكومته بصدق نبض وتطلعات جماهير الشعب المصري. إن حكومة الحزب الوطني الديمقراطي تعمل لصالح جميع طبقات الشعب من عمال وأصحاب أعمال وفلاحين وموظفين. تعمل لمساندة محدودي الدخل وتنحاز بشكل كبير إلى جانب الفقراء. الناس تتكلم على حكومة الحزب ويقولوا حزب الحكومة وحكومة الحزب. احنا بنقول احنا حكومة الحزب لما بنضع سياسات، احنا حكومة الحزب. احنا قدرنا في 5 سنوات نجذب استثمارات ضخمة. ايدنا في ايدك يلا يا وطني نبني بفكر جديد، هنشوف خير في بلدنا انا وانت يوم ورا يوم بيزيد. ايدنا في ايدك يلا يا وطني نبني بفكر جديد، هنشوف خير في بلدنا انا وانت يوم ورا يوم بيزيد. الحزب الوطني في مصلحتك والمستقبل ليك، كل شباب مصر هيشتغلوا بكره تشوف بعينيك. امسك صدر ابني وكبر خضر اراضيك، مليون فدان 1000 مصنع عايزين بس ايديك. شباب مصر هيشتغلوا بكره تشوف بعينيك. الحزب الوطني الديمقراطي